صباح السعادة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البليلة، بس هنعملها بطريقة مختلفة شوية والنتيجة هتكون تحفة. كلنا عارفين ان البليلة مفيدة جدا جدا للكبار وللصغيرين، حلوة قوي وطعمها بيبقى جميل جدا جدا. النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة هتنفعك جدا ايام المدارس لما تدي كده لولادك منها الصبح، بجد طعمها حلو جدا جدا. وطبعا غير المدارس هي جميلة جدا جدا، تنفع للكبار وللصغيرين في اي وقت. البليلة من الحاجات الجميلة جدا جدا. قبل ما ابدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب. وبشكر طبعا حبايبي اللي بيعملوا لي اللايك، وبشكركم على تعليقاتكم الجميلة. ويلا بقى في البداية اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله ونشوف طريقة التحضير. انا هنا معايا بليلة، مسكتها نقيتها وغسلتها غسلة كويسة جدا، وبعد كده حطيتها في مية من بالليل لتاني يوم. بعد ما باتت ليلة كاملة غسلتها تاني، وبعد كده حطيتها بقى كده في قلب الحلة وحطيت لها المية وسبتها تستوي على نار هادية. طبعا كده خلاص بقى البليلة استوت معايا وهاخدها صفيها. ويلا بينا هنا نشوف الخطوة اللي بعد كده. انا هنا معايا لبن مغلي يعتبر سخن جدا، ضفت له سكر هنا حسب الرغبة، وجبت كيس من الفانيليا وحطيته عليه علشان احنا مش هنحط البليلة على النار. كل الخطوات هتكون قدامكم، الطريقة بسيطة جدا وسهلة، والنتيجة بجد تحفة جدا، والطعم بأمانة حكاية. انا هنا معايا كاس اللي هقدم فيه، حطيت فيه معلقة كده من الزبيب ومعلقة جوز الهند. وهنا بعد ما صفيت طبعا البليلة حطيت معلقتين او 3 كده في قلب الكاس زي ما انتوا شايفين على الزبيب وعلى جوز الهند بالمنظر دوت. وهنا معايا بقى اللبن اللي احنا طبعا محليينه بالسكر والفانيليا. قبل ما احط اللبن هجيب كده معلقتين من القشطه. طبعا عندك قشطة لبن او عندك قشطة معلبة حطي عليها، هتديكي نكهة وطعم بجد تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين طريقة بسيطة وسهلة وطعم بجد حكاية. هنا بقى هننزل على طول باللبن سخن كده على البليلة زي ما انتوا شايفين. والله كاس ما شاء الله تحفة بجد، اكنك بتاكلي بليلة بره، مش انتي اللي عاملاها بايدك ولا انتي عاملاها في البيت. بجد جميلة جدا جدا. عندك بقى مكسرات، عندك زبيب، عندك جوز الهند، اي حاجة عندك ضيفيها على الوش بالمنظر ده. بجد بجد كاس محترم، كاس جميل جدا جدا. وكلنا عارفين ان البليلة واللبن والزبيب وجوز الهند كل الحاجة دي مفيدة جدا جدا. انا بربع كيلو بليلة او غلة عملت بيهم 10 كاسات، يعني بسم الله ما شاء الله. الجيران كمان ياكلوا معانا، يعني احنا والجيران بربع كيلو بليلة بس. ما شاء الله اللي طلعته قدامكم 3 كاسات بس زي ما انتوا شايفين. وما شاء الله طعم بجد تحفة جدا، اللهم بارك. طعمها حلو، مغذية جدا جدا. الطريقة بسيطة وسهلة، وبدل ما تاكلوها بالطريقة العادية ان احنا نحط لبن على البليلة، لا جربوها بالطريقة دي بجد هتبهركم. طعمها بجد تحفة جدا. السكر طبعا حسب الرغبة، اي حاجة عايزة تضيفيها بقى على الوش ضيفيها براحتك. انا حطيت اللي كان موجود عندي، والكاس زي ما انتم شايفين شكله ما شاء الله جميل جدا جدا ما شاء الله. للولاد اللي قبل ما بينزلوا المدارس بيحبوا ان هم ياكلوا اي حاجة، اديهم كده كاس من بليلة بجد تحفة جدا. وبدل طبعا كوباية الحليب الصبح ويقعدوا يدوخوا فيكي، لا بأمانة البليلة دي تحفة جدا، هتعجبهم قوي قوي، لان بجد محدش كلها الا لما عجبته. طعمها حلو جدا جدا، مغذية طبعا، كل حاجة فيها مغذية، وكل حاجة نجيبها ونعملها في بيتنا بأقل التكلفة، بدل ما نشتريها من بره لا نعملها في بيتنا وما فيهاش تكلفة وما فيهاش أي حاجة. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك، شكلها ما شاء الله حلو، وكمان طعمها جميل جدا جدا. بصوا كده لشكلها بجد تحفة ما شاء الله اللهم بارك. طريقة بسيطة جدا وسهلة، والنتيجة بجد هتبهرك طبعا، وحلوة جدا جدا للكبار. لو كلتوا شوية بليلة حلوين كده بالليل حاجة خفيفة، لو كلتوها الصبح كده قبل برضو اللي نزل شغل وكده، بجد جميلة جدا جدا، خفيفة قوي والله. طعمها بجد تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. ده فيديو النهاردة فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.